حضرات الأعضاء المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الله العلي القدير نفتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي تبدأ بإنعقاد مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة. في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الساعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تنفيذه، وإن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه، وأن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه. أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها. وإنه يسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدوس عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضيه.